فين؟ مساء الخير يا استاذ مرتضى. مساء الخير يا استاذ. اهلا بيك دكتور خالد. اهلا بيك يا استاذ مصطفى. اهلا بيك يا استاذ مرتضى. بنفتقدك كثيرا معتز. نعم؟ بنفتقدك كثيرا، مش عارف بتروح فين في ايام تدريب كتير دلوقتي. لا معلش علي صوتك ما سمعتكش. بقول لك بنفتقدك كثيرا في ايام كتير. ربنا يخليك. مش عارف بروح فين. لا بروح فين، انا موجود لغايه دلوقتي الحمد لله رغم الحصار بس موجود. الحمد لله. طيب يا ترى موقفك ايه من موضوع استدعاء باسم وانت يعني نقول ايه طرف في خلاف مع الزميل باسم يوسف في الوقت الحالي؟ معتز، انا ليس بيني وبين الاخ باسم يوسف خلاف شخصي، والا يبقى انا بقيت راجل صغير وخبت يعني. لم يكن في يوم من الايام بيني وبينه خلاف شخصي، انا بقى بيني وبينه خلاف موضوعي. ولما انا اتحمست وانتقدته كنت بنتقده عشان بعض الالفاظ التي لا تليق ان تصدر في تلفزيون، وما تقوليش ان انا معايا الريموت كنترول اغير. لا، السينما هي بتاعتي، انا مش عايز اروح سينما حر، لكن في بيتي لو مسكت الريموت كنترول عن ولادي او احفادي يا استاذ معتز مش هقدر امسكهم عن النت، المواقع اللي دلوقتي بتاخد من التلفزيون وبتنقل. لكن انت اتعودت مني ان انا لما احمد عز وقع، ولما نظام حسني مبارك وقع، ولما زكريا عزمي وقع، لا اتعرض لهؤلاء. انا دايما معركتي مع فارس راكب على حصان. النهارده الاخ باسم يوسف سقط بالامس من على الحصان الاعلامي في حلقه باهته كلنا شفناها، والنهارده سيبك من جاب اسمي مش اسمي، احنا مش بنعاند بعض يعني. والنهارده الامر ضبط والاحضار، فانا حتى كنت بقول للدكتور خالد هو عارف طبعا ان انا في بعد مش بعمل طبعا اعلان لحياتي دي واحده الحاجه، لكن هو طبعا صديقي العزيز الاستاذ اسامه المذيع اللامع في التلفزيون المصري عامل حلقه النهارده في القاهره والناس، وانا مش عايز اروح عشان قلت لخالد ما بحبش اطلع كتير في التلفزيون عشان ايه الناس ما تزهقش مني. لكن قلت له انا بوعدك وبقول لك تاني، بقول لك في التليفون، هقول لك في مداخله تليفونيه، بيقولوا في التليفون بيني وبينه يعني، هقول في مداخله تليفونيه انا ما بشمتش في حد. انا ما عنديش خصومه مع حد وقع. انا برجع. النهارده كان في قضيه بتترفع ضد البرنامج وضد القناه، ارجعت كل ذلك. كنت اول بلاغ النهارده هقدمه 116 بلاغ اللي قلت عليهم، برجع كل ذلك الى ان يخرج الاخ باسم من ازمتي اللي انا ماليش علاقه بيها، لان انا ما تعودتش احارب او ادخل في معركه مع شخص. لا ده شيء يسجل لك الان. اذا المستشار مرتضى منصور يعلن انه جمد اي خلاف قانوني او اي اجراء قانوني قد راى انه يتخذه تجاه باسم يوسف لحين انتهاء باسم من هذه يعني الموقعه اللي هو ما هو السبب فيها او ان هو تعرض لها مؤخرا. الكلام ده كده صح؟ بالظبط كده. دي واحد. اتنين، عايز اقول لبعض المنظمات، اخويا نجاد البرعي، اخويا كل من دافع عن الاخ باسم وقال ان الامر ضبط والاحضار ما ينفعش يتعمل ودي كذا، عايز بس افكرهم انا معاهم في الكلام اللي هو دون. بس لما صدر امر ضبط واحضار من المستشار عبد المجيد محمود سنه 2007 وكلهم كانوا موجودين في مواقعهم وفي منظماتهم على حسبي الله ونعم الوكيل، كان مرتضى منصور، وخدت 4 ايام في اللومان حبس احتياطي ثم 3 ايام مع شغل ونفاذ. لم اسمع بني ادم فيهم رغم الزملاء محامين. ده عتاب بقى يبقى بين الزملاء. انا بس عايز اخد رايك قانونا. بس اقول 3. لا هنقول 3 بس اسمعني بس يا سياده المستشار. يعني فاضل لي نقطه وبعدين هسمعك والله. اتفضل. خلص النقطه دي. نمره 3 من غير مزايده، انا اكتر واحد مختلف مع النائب العام الموجود دلوقتي، ودليل على كده ان انا رافع دعوه بعزله، يعني ما فيهاش يعني ما فيش بينه وبينه اي حاجه غير ان انا اول واحد قلت له، حتى خالد فاكر قلت انا شفت رؤيه الاولى انه النائب العام اللي هيمشي بكره كان في قناه التحرير احمد موسى ومشي فعلا بالحكم، وتاني حاجه ان الدكتور محمد موسي مش هيكمل مدته، وتقول لي الشيخ ومش الشيخ، لكن هي رؤيه وخلاص. المهم عايز اقول انه مع ذلك ما ينفعش لما يصدر امر ضبط واحضار ضد اي شخص، دكتور خالد راجل قانون، نقعد نتريق على مصدر القرار اللي هو المحامي العام ثم نتريق على النيابه العامه. ما ينفعش. عايزين نفرق بين النائب العام معزول او مطعون في شرعيته وما بين آلاف مؤلفه من اعضاء النيابه العامه شخصيات محترمه هي اصلا رافضه النائب العام دوت، فما ينفعش نطلع نتريق عليها. لا، هو مين اللي اتريق على قرار الضبط والاحضار؟ في فرق بين حد يتريق وفي فرق بين ينتقد.
بالظبط كده. لا، في مع الاستاذ جمال عناية الاعلامي المحترم، وطبعا اللي ملوش في القانون، في الاخ نجاد البرعي واخرين عملوا مداخله معاه اتريقوا على مصدر هذا القرار، ومصدر هذا القرار لا طبعا اكيد رجالات النيابه العامه كلهم محل احترام بالنسبه لنا ايا كان الموقف. انا سؤالنا القانوني بس ليك يا استاذ مرتضى ومصدر القرار، يعني اسمعني بقى خليني اسالك دي نقطه كويسه قوي يا استاذ مرتضى. اعتقد المشاهد هيستفيد كثيرا لما حضرتك كرجل قانون، استاذ خالد ابو بكر كرجل قانون، تفرقوا لهم ما بين كيفيه او اسلوب او منهج القرار ومتخذ القرار. مهم قوي طبعا. يعني هناك فرق بين من اتخذ القرار واحترامنا لشخصه طبعا، واننا نختلف مع الآلية اختلافا موضوعيا. انا سؤالي للمستشار مرتضى منصور، هل كنت ترى انه من الموائم عمل استدعاء لاخذ الاقوال ام الضبط والاحضار كاجراء ابتدائي فوري؟ شوف، بخلافي مع الاخ باسيوس كنت اتمنى لا يكون في امر ضبط احضار، بالرغم انا توعدت بحبسه، لكن انا قلت ده في لحظه، كان في لحظه غضب. لكن انا بقول لك انا لا انه يصدر امر ضبط واحضار لا هو ولا اي حد بيعارض نظام الحكم، ده رايي ومش هغيره. بسبب بسيط جدا، انه ما دام انا بقيت راجل فيما عدا انك تتريق عليا دي قضيه ثانيه، احنا بنتكلم في النقد، يعني خلينا نتكلم في النقد الموضوعي اللي بيعمله معتز، بيعمله خالد، بيعمله عمرو اديب، بيعمله عماد لميس، بيعمله وائل ابراشي، سيد علي. لا، عايزين نتكلم عن النقد بصفه عامه. يعني رئيس الجمهوريه ليس فوق مستوى النقد. ليه؟ او انا او اي حد، ما دام انت بقيت راجل عام، انت اصبحت سيرتك العامه والخاصه. يعني ما ينفعش مثلا ايه مثلا تشوفني بشرب خمره واقع في الشارع وتيجي تنتقدني يقول لك لا ده حياتي الخاصه. لا، ما دام انت ارتضيت انك تبقى في المكان ده، حياتك العامه والخاصه مرتبطه بيك، جزء لصيق منك. فانا كنت اتمنى، برضه بتكلم بصفه عامه، انه الحوار مع الاعلاميين يكون بالطريقه الاتيه. اعلامي اللي هو الاعلامي اللي هو بينتقد، يعني بالطريقه الاتيه. الاعلامي يا استاذ معتز انا بعتبره دكتور اشاعه او دكتور تحاليل. حضرتك بتروح له بتكشف، سواء بتاخد منك عينه من عينات التحاليل او اشعه على جسمك. هو دوره انه يقول لك انت عندك ايه، ودوره بعد ما يقول لك انت عندك ايه يساعدك، لانه مش في ايده الحل. يساعدك مثلا ايه، انا النهارده شايف في ازمه بطاله او عشوائيات او ازمه مرور او ازمه في ظلم او في فساد، انا دوري اقول دون. انا مش يعني استاذ مرتضى، لو حبيت اعرف موقفك المباشر كده من القضيه دي او من الملف ده، كنت تفضل زي ما قال خالد ابو بكر من شويه انه كان يبقى فيه استدعاء لباسم مش قرار ضبط واحضار؟ استاذ معتز، النيابه العامه هي وطبعا الدكتور خالد يعرف، هي وشأنها في اتخاذ قراراتها في قضايا اقل من ذلك يصدر امر بقبض واحضار وفي طلب حضور. اللي بيقيم ذلك الاتي بقى: اهميه البلاغ، اذا كانت وردت تحريات عن هذا البلاغ، اذا كان المبلغين قدموا ما يفيد ان الشخص دون يعني في شبهه ارتكاب الجريمه. لكن انا بتكلم بصفه عامه، انا ماليش دعوه، ما بتكلمش في قضيه دلوقتي، انا بتكلم في ان انا عايز ارد على معارض. ارد على معارض بايه؟ ارد على معارض بالحوار، صح، او ما ارتكبش الاخطاء اللي المعارض عمال تطلع في الاشاعه عنده جهاز اشاعه الموضوع. طب انت بتتكلم ارد على المعارض، هو النائب العام ليه علاقه بالموضوع؟ يعني هو النائب العام داخل في السياسه؟ لا، لا، انا ارد على المعارض. ما هو ممكن النائب العام يقول لك ده اجراء قانوني، انا اتخذت الاجراء ماليش دعوه بمحمد مرسي ولا بانتقاد محمد مرسي. يا دكتور، احنا عندنا مشكله كبيره دلوقتي، وللاسف الشديد بعض الزملاء المحامين، للاسف الشديد، وبقول ده وانا حزين جدا جدا، بعض الزملاء المحامين الان يتصدرون قضايا الحزبه. يعني حضرتك مالكش علاقه بموضوع، واخد بالك، اما لا الدكتور خالد ماشي كده روح لاسعه بلاغ الصبح، واخد بالك. للاسف اللي يعمل ده زملاء محامين. فانا بقول لك انت يا محامي، انت انتمي لاي تيار بقى، يمين شمال ديني غير ديني، حضرتك انت بقى مختلف معايا كمرتضى. انا بتكلم عن نقد البناء اللي جه في الدستور اللي يفيد المجتمع ما يهدموش. انا كلامي واضح. يعني في الموقف ده استاذ مرتضى برضو انت عارفني انا بحب اوصل دايما معاك لنتيجه من الحوار. في الموقف ده كنت تفضل لو شفت اعلامي زي باسم يوسف يستدعى من قبل مثلا مجموعه من المعبرين عن النظام او مثلا من قبل مؤسسه الرئاسه ويتحاوروا معاه بدل ما هو بيضبط او بيصدر له قرار ضبط واحضار من النائب العام؟ كنت تحب تشوف سيناريو مختلف عن كده؟ هو ده اللي تقصده؟ انا كنت احب اشوف سيناريو مختلف. اولا لازم الكل يتحمل المسؤوليه.
باسم يوسف لما بيطلع في برنامجه اللي هو بيخرج بيه على الناس احيانا بيوصل لمرحله. انا برضه يعني انا عايز افرق بين ان انا اتكلم عن دين او اعين دين او ازدرق دين او ان انا يعني اسخر من حد وان انا انتقد اي مسؤول في البلد. تمام. انا عايز افرق بين دول. انا عايز اقول من حق معتز الدمرداش او غير معتز ومن حق باسم او غير باسم ان ينتقد الاوضاع السيئه في البلد. مين اللي عامل الاوضاع دي؟ بحامل المسؤوليه رقم واحد للمسؤول هو رئيس الجمهوريه. يعني هو برضه جزء من النقد دوت بسبب ان رئيس الجمهوريه عنده اعلان دستوري باطل وعنده دستور بيتفصل بالليل وعنده عزل النار العام. اعلان دستوري باطل ده انت شكلك قريت حيثيات حكم محكمه الاستئناف بقى النهارده. لا لسه ما قريتهاش والله. مش انا عامل طعن يا دكتور. انت ناسي ان انا عامل طعن لا انا بتكلم على القرار اللي صدر للمستشار عبد المجيد محمود للنائب العام. انا بقول لك انا عامل الطعون دي كلها في محكمه القضاء الاداري. استاذ مرتضى قانون حمايه الثوره واخد بالك. انت عارف ان انا طعنت بعدم دستوريته والقضاء الاداري مشكورا احاله المحكمه الدستوريه العليا. طب القانون برضه دستور خالد.